برج محمد السادس هو برج أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس انطلاقة أشغال بنائه في مارس من عام 2016 ليكون أكبر برج في أفريقيا بارتفاع يناهز 250 متر بتكلفة تصل إلى 4 مليارات درهم 417 مليون دولار. ويشيد هذا البرج البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي يملكه عثمان بن بلون أغنى رجل في المغرب. وقدرت مجلة فوربس الشهيرة ثروة بن بلون بنحو 1.9 مليار دولار، ما بوأه المركز 59 بعد 900 في قائمة أثرياء العالم. ويقام هذا المشروع في مدينة سلا قرب مدينة الرباط على ضفاف نهر أبي رقاق، وسيتألف من 45 طابقا وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية. أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن البرج سيشيد على قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات على قاعة للعرض تتسع 350 مقعدا ومرافق للخدمات ومحلات تجارية في الطابق الأرضي ومكاتب في الطوابق 12 الأولى وجزء سكني من الطابق 13 إلى الطابق 26 55 شقة وفندق فاخر في الطوابق العليا. كما ستخصص الطوابق الأربعة العليا الأخيرة للشقق الفاخرة. ينتظر أن تتم تغطية ثلث المساحة الإجمالية للواجهة بألواح شمسية من شأنها تغطية حاجيات البرج من الكهرباء. وأوضحت الوكالة أيضا أن هذا البرج سيكون أحد المكونات الأساسية من خطة تنمية مدينة الرباط 2014 إلى 2018. الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية الذي أعطيت انطلاقته في مايو أيار 2014. وتشمل هذه المرحلة الجديدة من التهيئة أيضا إنجاز عدد من التجهيزات المبتكرة، من بينها المسرح الكبير للرباط ودار الفنون والثقافة ومكتبة الأرشيف الوطني للمملكة المغربية ومتحف الآثار وعلوم الأرض ومركب سينمائي.